النهارده هقول لك ازاي تقدر تحول اوضتك من كده لكده. لكده. مبدئيا فيديو النهارده هيبقى فيه تعب وعرق وحركه كتير، فحاول تركز معايا واحده واحده، ويا ريت لو تنظف معايا وانا بنظف، يعني كل خطوه اعملها هنا تشوف انا بعمل ايه بالظبط وتعمل نفس الكلام في اوضتك. برضه وانا امسك الكاميرا في ايدي بحيث اوريك كل حاجه، يعني الكاميرا مش هتبقى ثابته وهناخد كل حته في الاوضه. زي ما انت شايف ده منظر الاوضه بتاعتي وهي متبهدله. سيبك من الاضاءه دي اللي بصور بيها، ده المكتب بتاعي، ده الكومودينو، وهنا السرير زي ما انت شايف مبهدل وعليه كل حاجه، حتى الكرسي عليه هدوم، وفي زباله في الارض، كل حاجه محتاجه تترتب. طيب اول خطوه هنعملها واحنا بنرتب هي ان احنا هنشيل الزباله من على الارض، الزباله الصريحه، الحاجات اللي هتترمي في الزباله. نبدا الاول بان احنا نلم الزباله اللي على الارض، يعني مثلا الكيس ده، الورقه دي برده ملهاش لازمه. شوف ايه تاني على الارض، عندك ورق كتير ملوش لازمه، كل ده مكانه في الزباله. وطبعا لو ما عندكش سله زباله صغيره في الاوضه لازم تجيب سله زباله عشان ترمي فيها كل حاجه بشكل منتظم. نبص هنا كده مثلا هنلاقي فيه منديل، المنديل ده برده محتاج يترمي في الزباله. نبص هنا كده برده هنلاقي فيه ازايز شربتها وما رميتهاش ورا المكتب. فين تاني؟ في ازازه هنا. كده تقريبا خلصنا الزباله. بعد كده نلم الحاجات اللي ممكن تتلم اللي مكانها مش جوه الاوضه، يعني مثلا انا شايف ان الاوضه هنا فيها جنيهات كتير، فالجنيهات دي محتاج ان انا اخلي لها علبه لوحدها. جبت البرطمان ده هيأدي الغرض، هلم بقى كل الجنيهات الموجوده هنا. بس اعتقد مفيش جنيهات تاني، بس حتى لو لقيت جنيهات هحطها في البرطمان. طب ندخل بعد كده على ان احنا نرتب الهدوم. اي بيت مصري تقريبا واي اوضه بتلاقي فيها هدوم مرميه في كل حته، هدوم نظيفه، هدوم جايه من الغسيل، هدوم محتاجه تتكوي، هدوم لبستها مره او مرتين ومش عارف تعمل فيها ايه، كل ده لازم يترتب. مش كل الناس تقدر تقسم دولابها تقسيمات كتير، بس بقدر الامكان حاول تعمل تقسيم، يعني تخلي القمصان لوحدها، التيشيرتات لوحدها، الشتوي في مكان والصيفي في مكان، وهكذا عشان خاطر الدنيا تبقى منظمه شويه. انا زي ما انت شايف اخلي الشتوي والصيفي هما الاثنين في الدولاب عشان خاطر في مساحه، بس انت لو ما عندكش مساحه ممكن تخلي الشتوي تحت الدولاب او تشيله في اي مكان. هتلاقي مثلا هنا برضو بحط الجواكت لوحدها او البدل، وفي الناحيه الثانيه ممكن احط لبس البيت. خلينا نبدا دلوقتي بان احنا نرتب الهدوم اللي معايا. في هدوم من هنا محتاجه تروح للمكواجي، وهدوم جايه من الغسيل محتاج بس ان انا اطبقها. تعال نشوف هنطبق ازاي. هزيح بس شويه الحاجات دي كده على جنب عشان اعرف ارتب. ده تيشيرت خروج اوفر سايز، مش لازم اعدله ان لونه بيج، فالاحسن ان انا اطبقه وهو مقلوب عشان خاطر ما يتطربش في الدولاب. انا بحب ارتب التيشيرتات بطريقه تقلل المساحه شويه، انت حر ترتب باي طريقه، بس انا بحب اطبق كده، يعني اخلي راس التطبيقه عند اول الرقبه، واجيب الكم كده، واجيب الناحيه الثانيه كده، واجيب الكم كده، وادي تطبيقه كمان. كده انا طبقت اول تيشيرت خروج، هروح اوديه في مكان التيشيرتات في الدولاب. فين التيشيرتات؟ انا بحط التيشيرتات هنا، تيشيرتات الخروج في المكان ده. نرجع هنا تاني نشوف عندنا ايه. القميص ده مثلا ده محتاج يروح للمكواجي، ممكن لو انت بتكوي بنفسك تكوي، بس انا بحب اودي قمصاني للمكواجي عشان انجز شويه في الوقت. فالقميص ده هوديه للمكواجي، هلم القمصان المكواجي كلها على بعض. بعد كده ده بوكسر بطبقه ازاي، هوب هوب، البوكسر اتطبق هيتحط في درج البوكسرات، بس لما اطبق كل البوكسرات مع بعض. ده برده بوكسر، طبقه واحده، سيب اطبق البوكسر، بوكسر تاني، وهكذا لحد ما اخلص كل القطع اللي من نفس الفئه. يعني دلوقتي مثلا لما اطبق البوكسرات يبقى اكون خلصت كل البوكسرات اللي جايه في الغسيل عشان خاطر اوديهم الدولاب مره واحده. كده انا طبقت البوكسرات، هحطها في الدولاب في جزء الملابس الداخليه. انا بطبق التيشيرتات البولو بطريقه مختلفه شويه عن التيشيرتات العاديه، يعني بخليها تاخد مساحه اكبر. بتني حته صغيره من التيشيرت واتني الكم، ومن الناحيه التانيه بتني برضو حته صغيره، احاول اساوي الحتتين واتني الكم. بس كده طبقت التيشيرت البولو طبعا بعد الالياء. بالنسبه للقمصان فانا بحب اعلقها كلها بقدر الامكان، بالذات لما تكون مكويه. حط الشماعه جوه القميص، وفي لقطه مهمه هتفرق معاك في الدولاب، وهي انك تدخل الناحيه اللي من بره في الكم جوه القميص، يعني ما تسيبش الناحيه دي طالعه لبره، لا تدخلها لجوه. ليه بقى؟ عشان خاطر لما تحط القميص هنا في الدولاب لو الكم طالع لبره هتلاقي كل ما تفتح او تقفل في الضلفه هتلاقيها بتعاكس، او الكم بيعاكس الضلفه، لكن لما تدخل الكم لجوه بيبقى الموضوع سلس اكتر وبتقدر تفتح وتقفل الضلفه بسهوله. طيب عندي ايه بعد كده؟ عندي بنطلون جينز اسود نزلت بيه تقريبا فبقى مطرب شويه. هل هو محتاج يتغسل؟ لا هو لسه مش محتاج يتغسل، هو بس محتاج ان اشيل التراب اللي عليه قبل ما نرجعه الدولاب. طب ده هنعمله ازاي؟ عن طريق الفرشه دي. الفرشه دي ببساطه بتشيل كل التراب اللي على البنطلون من غير ما تحتاج انك تحطه في الغساله. يعني البنطلون دلوقتي مطرب شويه ولونه مش اسود قوي، همشي عليه الفرشه هتلاقي ان اللون بقى اسود اكتر بكتير ومش محتاج ان احطه في الغساله. لسه شويه على الموضوع ده. طبعا كل ما غسلت البنطلون مرات اقل كل ما كان احسن، وكل ما زودت عمره الافتراضي. هعمل نفس الكلام في الرجل الثانيه،
وفي الظهر. هلاقي ان في حتت عندي لسه ما نطفتش، زي الحته دي فيها شويه تراب، بس دي برده مش مستاهله ان احطه في الغساله، هم شويه ميه وممكن ادعكها كده وخلاص. بس عشان وقت الفيديو هننجز الخطوه دي وابقى اعملها بعد ما نخلص الفيديو. اطبق البنطلون ازاي؟ بنفس الطريقه. اول حاجه بطبق رجلين على بعض، بعد كده بعمل 3 تطبيقات، يعني 1 2، كاني طبقته 3 حتت كده. احنا تقريبا خلصنا الهدوم اللي على الدولاب، فاضل الهدوم المتعلقه على الباب والهدوم اللي على الكرسي. هنلاقي عندنا على الباب التيشيرت ده لسه نظيف، بس اللي هو نص نص، بخليه هنا عشان خاطر النزولات السريعه، مثلا طالب حاجه من تحت او هنزل واحد صاحبي او كده بلبسه على طول. البنطلون ده اتلبس بما فيه الكفايه، فخلاص هحطه في باسكت الغسيل. دي قمصان كنت جايبها من المكواجي ولسه ما حطيتهاش في الدولاب. واخيرا عندي على الكرسي الجلابيه دي، للاسف الدولاب عندي ما فيهوش شماعه طويله لدرجه اني اشيل فيها الجلابيه، فبشيلها في دولاب تاني في البيت. وكالعاده الكم اللي من بره بنخليه جوه عشان خاطر ما يعاكسش الدولاب. كده احنا طلعنا من ترتيب الهدوم بحاجتين. اول حاجه شويه هدوم هوديهم للمكواجي حاططهم في الكيس. تاني حاجه هدوم مش نظيفه محتاجه تروح باسكت عشان خاطر تتغسل، ولما تبقى نظيفه ابقى ارجعها الدولاب. وبكده فاضل لنا تفاصيل صغيره جدا، زي مثلا الكرافته دي خلعتها بسرعه ونسيت احطها في مكانها، دي ليها مكان هنا شماعه عاملها مخصوص للكرافتات. كده مش فاضل لنا غير الحزام ده برده نسيت اشيله، هوريك ازاي تربطه كويس عشان خاطر تشيله في الدولاب. تحط دي خلاص الحزام وتلف، نلف تاني، بس ما تسحبش قوي عشان ما يفلتش منك زي كده. لف تاني، بس كفايه كده. وهحطه في درج الاحزمه. انا حاطط الاحزمه هنا في المساحه دي اللي جنب الادراج، مساحه فاضيه فبحاول استغلها. تعال نبص بص على الدولاب بعد ما ترتب. انا حاطط فوق السويتشيرتات والهوديز، في تحت بلوفرات، البلوفرات السبعه، هنا الهايكولز، هنا المفروض الاكسسوارات المختلفه، في شويه كمامات من ايام الكورونا، في مناديل جيب هنا بس اغلبهم سايبهم جوه البدل. دي سويتشيرتات برضو بس من غير هوديز، مايوهات، بنطلونات جينز، بنطلونات قماش وبنطلونات جبردين. ده لبس الجيم سواء شورتات او تيشيرتات كات، تيشيرتات بيت منها باديهات برضو بيضه ساعات بلبسها. وده لبس البيت، عندنا تحت هنا بنطلونات ميلتون او سويت بانتس، هنا بنتكورات او الحاجات اللي هي نص شورت نص بنطلون بلبسها في البيت. هدول شويه كلاسين للشتاء. وهنا بشيل الاكياس الزياده، مثلا في كيس هوديه للمكواجي، في شويه قماش اعمل بيهم حاجه، الحاجات اللي زي كده بشيلها في ضلفه زي دي. ده اول جزء من الدولاب. نخش على الجزء اللي بعده، نجيب الاضاءه هنا. بس فوق في عندي ترنجات ولبس بنزل بيه تحت البيت، حاجات كده سريعه، والكوفيات او السكارفات، دي الكاروهات او المنقوشه، وده الساده، دي سكرابات والبلطو لبس المستشفى، ده لبس بيت شتوي، دي تيشيرتات البولو الساده هنا والمنقوش هنا، وساعات بقسم تقسيمات تانية. التيشيرتات العاديه هنا اللي بكم، هنا الهنلي، هنا التيشيرتات اللي رابطها عاديه او سبعه او كده بيبقى فيها السليم فيت والاوفر سايز وكل حاجه. هنا فانلات داخليه بس اغلبها بتتغسل، دي الكات او الحمالات، ودي النص كم الاندر شيرت يعني. وهنا القمصان بحاول بقدر الامكان ان انا ارتبها حسب اللون. ببدا الاول بالكاروهات، ببدا من الغامق لحد الفاتح، يعني عندك هنا اسود، بني، احمر، اصفر، افضل افتح في الالوان لحد ما اوصل للالوان الفاتحه. كده خلصت القمصان اللي بكم. بعد كده نخش على اللي بنص كم، التلاته دول نص كم. كده خلصنا كروهات، ادخل على الساده برضو ببدا بالغامق، يعني ابدا بالاسود كحلي وافضل افتح رمادي غامق رمادي فاتح، وافضل افتح في الالوان لحد ما اوصل للحاجات النص كم. القمصان البيضه بحب احطها في كيس عشان خاطر احميها من التراب، لان اي شويه تراب صغيرين ممكن يوسخوها. وعندنا تحت زي ما قلنا في الملابس الداخليه او البوكسرات، ده ضعيفه شويه، وهنا شرابات كتير لسه هرتبهم. نروح على الضلفه اللي بعدها، دي ضلفه شماعات بس، حاطط فوق الجواكت الشتوي كلها الكات وكل حاجه ما عدا الجواكت الجلد، بحب اشيلها في كيس فحاططها تحت مع البدل. وهنا الكرافتات زي ما وريتها لك من شويه. هل انت محتاج كل الضلف دي ومحتاج تقسم كل التقسيمات دي؟ اكيد لا طبعا. انت كل اللي محتاجه انك انت تحاول تخلي البنطلونات في مكان والقمصان في مكان والتيشيرتات في مكان، ده وانت في فصل الصيف، واللبس الشتوي تشيله تحت السرير او تخزنه في اي مكان. لكن المهم انك لما تكون محتاج توصل لقطعه ما تحتاجش تقلب الدولاب كله عشان توصل لها، لا، تبقى الدنيا منظمه ومرتبه، وتعرف كل يوم وانت راجع من بره هتحط اللبس اللي انت كنت لابسه ده فين. هل هتشيله في الدولاب؟ هل هتعلقه على الباب؟ هل هتحطه في الغسيل؟ المهم انك انت ما تسيبوش على الكرسي او ترميه على السرير وخلاص. كده خلصنا الدولاب. نشوف بقى باقي الحاجات الكتير اللي موجوده في الاوضه دي. عندنا هنا مكانتين حلاقه مفتوحين، انا كنت لسه بحلق دقني من شويه. المكنه دي محتاجه تنظيف، في شعر كتير بس مش مشكله عشان ما نضيعش وقت الفيديو، هبقى انضفهم بعدين. المهم دلوقتي ان انا اشيل كل حاجه في مكانها. المكنه دي لو تفتكروا طلعتها في فيديو قبل كده واتكلمت عنها، قلت لك تشتريها ولا لا. اشيل كل حاجه في مكانها وارجعها الكرتونه بتاعتها. عندنا مكنه تانية الفي جي ار برضو كنت عاملها فيديو قبل كده،
مكنه مميزه جدا وانصحك تشتريها، وان شاء الله نتكلم عنها اكتر بالتفصيل قدام لما اعمل فيديو عن اقتراحات مكن الحلاقه. دي العلبه بتاعتها كده. معانا مكنتين حلاقه. انا عامل درج مخصوص لكل ما يتعلق بحلاقه الدقن. يعني هنشوف هنا عندنا مثلا في مواس حلاقه كتير اتكلمت عنها قبل كده، اللي هي المواس اللي ممكن تستخدمها مره واحده لو حد لسه مش متعود قوي ان هو يغير الموس او بيخاف من الموس. فانا جايب منها كميه ان انا بديها ساعات لاصحابي. بقدر الامكان حاول تخلي الحاجات اللي ليها علاقه ببعض قريبه من بعض في المكان عشان توصل لهم بسهوله، وتحاول تخليهم يشغلوا اقل مساحه ممكنه. يعني انا حاطط المكن ده وجنبه مكن الحلاقه الكهرباء، جنبهم على طول العلبه دي بحط فيها معجون الحلاقه لما احب احلق دقني خالص. برضو وريتك فيديو قبل كده يعني ازاي بحلق دقني، هسيبه لك في الديسكربشن لو انت مش عارف. وده المكن اللي هو الشفره، برضو بحطه ورا كده جنبهم. دي بالمناسبه المكنه اللي انت بتغير لها الموس بتاعها، هعمل عنها فيديو قريب ان شاء الله. ودي شويه مواس بستخدمهم وانا بحدد دقني، ودي معاجين حلاقه برضو بستخدمهم. واخيرا اليد نفسها اللي بتحط فيها الموس اللي بيستخدمها الحلاق. ايه تاني في ده مان لوك افتر شيف. بس كده قفلنا الدرج ده بتاع كل ما يتعلق بالحلاقه. طيب ندخل على ايه بعد كده؟ ندخل على الكتب. بعد كده عندنا الكتب. زي ما انت شايف الاوضه مليانه كتب، مكانها هنا مش كويس. في مكان هنا عندي في المكتب كويس شويه ممكن احط فيه الحاجات دي، بحطها كده عشان خاطر لو عايز كتاب اعرف اطلعه بسهوله. هنلاقي مثلا عندنا هنا الكتاب ده مرمي على الارض، والكتاب ده برضو كنت بقرا فيه فن الحرب، كتاب ملوش اي لازمه. بس كده يعتبر رتبنا الكتب. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا الدرج ده انا مخصصه للاكسسوارات. طبعا حسب اي درج عندك ممكن تستخدمه زي ما انت عايز، بس انا بخصصه للاكسسوارات. يعني هنا الساعات، في مثلا علبه الساعه دي برضو احطها جنبها. حطيت شويه ساعات معدن هنا. نظارات الشمس، ودي اللي بتبقى موجوده في الحزام عشان خاطر ما يبعدش منك. واحط المحافظ هنا، يبقى دي مكانها هنا برضو. ساعه محمد صلاح الروشه موت. فين عندنا الساعه دي؟ مكانها هنا معاهم. عندنا الدرج رقم 2 ده مخصصه للسكين كير والمقصات والفرش وكل الكلام ده. يعني عندك هنا الفرش دي شويه مينوكسيديل متبقيين، بس خلاص العلبه دي خلصت فهرميها. عندنا هنا دي برضو بقص بيها ضوافري. بحط هنا المقص الصغير ده ممكن تقص بيه شنبك او اي شويه شعر صغيرين. وبحط هنا كل الحاجات المتعلقه بالعرق، مجموعه مزيلات العرق دي. وعندنا ده ايفا فوت بحطه هنا برضو. طيب اخر درج معانا ده يعتبر ميكس شويه، بحط فيه كل البرفانات اللي عندي. طبعا بزنق الدنيا بقدر الامكان. المكنه دي اللي بتشيل الوبر، بستخدمها في فصل الشتاء. خيوط اسنان، ده الواقي بتاع الاسنان، انت بتحطه في اسنانك لو انت هتلعب ملاكمه. والعلبه دي شايل فيها مفاتيح. وايه تاني ممكن يتحط هنا؟ ممكن اشيل دي كده، احط دي كده نبقى نزنقنا المساحه دي. طب ايه تاني ممكن نحطه هنا؟ ممكن نحط السشوار. لو حطيناه كده اتعود تحط الحاجه الكبيره الاول وبعد كده تزنق الحاجات الصغيره حسب المكان المتاح. هنحطه هنا كده، ده هنا، نحط دول هنا كده. احنا قفلنا هنا. عندنا الكارنيه بتاع الجيم، احطه هنا جنب المحافظ. كولونيا دي جنب مزيلات العرق. عندنا برضو ساعه او الباند الرياضيه مكانها مع الساعات. عندنا كريم العين ده مكانه مع السكين كير. نطلع نشوف المكتب هنلاقي فيه كام حاجه كده. الدرج ده يعني مرتبه بشكل معين، حاطط فيه حاجات ما تشغلش بالك. الدرج ده حاطط فيه كل الالكترونيات، حاطط هنا كل الفلاشات، الاكياس بتاعه المايك، حامل الموبايل زي ده. طبعا حاول تنظمها بقدر الامكان عشان خاطر الدنيا ما تبصش منك، وعشان لو عايز توصل لحاجه تقدر توصل لها. الشاحن كده كده بسيبه بره عشان بحتاجه على طول، فبسيبه في الفيشه. ده شاحن الموبايل، لكن شاحن الكاميرا بحطه في درج الالكترونيات. معانا دي بحط عليها ازاز الميه او كوبايات الحاجه الساقعه او ايا كان. الشاحن هسيبه هنا. المفك مكانه مش هنا، المفك مكانه في علبه المفكات في المطبخ، هروح اوديه واجي تاني. نرجع نشوف ايه اللي ناقصنا هنا على السرير. في المرايه بالنسبه لي مكانها هنا جنب درع اليوتيوب. بالمناسبه باقي الكتب دي نسيت احطها هنا. كده بقت الكتب كلها في مكان واحد. عندنا هنا ايه؟ عندنا الكيس بتاع المايك برضه هيتشال في درج الالكترونيات، هو البطاريه الاحتياطيه والشاحن بتاع البطاريه في درج الالكترونيات. ايه تاني؟ عندنا كتاب الطريق الى القران
احطه مع الكتب. الهيدفون دي بستخدمها كتير جدا فبسيبها على المكتب مش بشيلها في درج. عندنا هنا الفرشه اللي كنت بنضف بيها الهدوم برضو هحطها هنا، هزنقها كده. قلنا الشنطه دي هحطها في الدولاب. الخطوه اللي جايه هي ان احنا نجيب فرطه زي دي ونشوف اي سطح عليه تراب ونحاول ننضفه. يعني سطح الكومودينو ده مثلا متراب شويه، اشيل التراب ده. مش لازم ابقى بروفيشنال واجيب ملمع اسطح خشبيه واظبط كل حاجه، لا عادي اشيل التراب كده بس شويه عشان خاطر المنظر العام يبقى كويس. زي المكتب ده مثلا عليه شويه تراب، طبعا لو حد مستغرب من المنظر ده انا بحب ارفع الشاشه شويه بس ما لقيتش حاجه ارفع عليها غير الكتب دي، ودي كتب احمد خالد توفيق انا كده كده مش بقراها بس. وتنضف التراب اللي موجود في كل مكان. هلاقي برضو عندي حاجات زي الترايبود بتاع الكاميرا مطرب شويه، حاول اشيل التراب ده عشان خاطر لو سيبته نضفت الاوضه التراب ده هينزل يطرب الاوضه من جديد. فلا احاول بقدر الامكان امسح اكبر كميه ممكنه من التراب عشان كل حاجه يبقى شكلها كويس. بص هنا برضو عندي الاضاءه مثلا مطربه شويه، مش لازم اظبطها 100%، مش لازم تبقى بتبرق، بس انضفها شويه. ممكن كل مره انضف احاول اتحسن اكتر شويه او احط مجهود اكتر شويه لحد ما كل حاجه تبقى نظيفه. مش مطلوب منك تخلي الاوضه بتبرق، انت مش ست بيت، بس حاول تنظف بقدر الامكان. الخطوه اللي بعد كده هي ان احنا هنكنس الاوضه. وانت بتكنس حاول تكنس كل حته في الاوضه. يعني مثلا الجزء اللي ورا الدولاب ده ممكن يكون بعيد عن العين شويه بس ده مش معناه ان انا انساه، لا لازم اكنس كويس. الجزء اللي ورا الستاره، يعني شايف الحته دي تحت الستاره بيكون متجمع فيها تراب كتير، كل ده برضو لازم يتكنس. حاول انك انت ما تسيبش اي منطقه او مكان في الاوضه من غير ما تكنسه. يعني بص مثلا انا عندي هنا شويه تراب موجودين تحت الكومودينو، هعمل ايه؟ هحاول احرك الكومودينو شويه عشان خاطر اجيب التراب اللي تحت. بص في كميه تراب كبيره متجمعه هنا. وبرضه لازم ارفع المرتبه واشيل التراب اللي تحتيها. كده انا كنست الاوضه كلها، فاضل حاجه واحده بس ان نغير الملايه وكيس المخده. تعال نشوف هنعمل ده ازاي. طبعا مش كل الناس عندها مرتبه بس زي دي، اغلب الناس بتنام على سراير، ولكن في الحالتين الموضوع هو كده خلصنا الملايه. ولو انت شاب روش جدا المفروض كيس المخده يبقى زي الملايه، بس انا بصراحه مش بتفرق معايا قوي. المهم ان نغير كيس المخده بانتظام. انا بغير كيس المخده تقريبا كل يومين، والملايه ممكن كل 5 ايام لاسبوع. بس كده وضبنا السرير اللي هنام عليه. طبعا في خطوه اخيره انت مستنيها وهي ان احنا نمسح الاوضه. انا بصراحه مش من عشاق المسيح، بحب اكنس اكتر، بمسح كل 3 اسابيع شهر كده. يعني بحاول بقدر الامكان ان انا ازق الخطوه دي او اتجنبها شويه. بس طبعا لو انت بتحب تمسح اكتر ما بتكنس او بتحب الموضوع امسح بانتظام مفيش مشكله. تعال بقى نتفرج على الاوضه بعد ما رتبناها بقى شكلها عامل ازاي. عندنا هنا على الباب معلق التيشيرت ده بس عشان خاطر اقدر البسه بسهوله. هنا عندنا المصليه دي بكوي عليها الهدوم وبصلي عليها، ودي المكوه نفسها، المناديل، السرير اللي بنام عليه، الكومودينو. الزباله طبعا هرميها بعد شويه. ضغط الكاميرا ملناش دعوه بيه. الشاحن بيبقى محطوط على طول في الفيشه، ودي الهيدفون بستخدمها. هنا الفلوس والفكه. عندنا هنا الاضاءه بتاعه الفيديوهات. وعندنا ايه تاني؟ عندنا ده اللي هو الحامل بتاع الكاميرا بشيله ورا الدولاب، يعني مكانه هنا بشيله ورا المكتب. اسف طبعا لو بصينا ورا هنلاقي فيه شويه وصلات كتير، دي عشان خاطر الكيسه مش موجوده، هتيجي بس واركب كل حاجه. في اضاءه، الاضاءه الصفراء والاضاءه الزرقاء دول اللي بحطهم في خلفيه الفيديوهات. وعندنا الميزان ده عشان بتوزن كل يوم، والزرعه دي بتبقى في خلفيه الفيديوهات. واخيرا عندنا البتاعه دي مش عارف اسمها ايه بصراحه، اللي بنعلق عليها اللبس عشان خاطر برضو بيطلع في الفيديوهات. شلتها هنا جنب الزرعه، ده مكان اشيك شويه. هنا الكرسي حط في مكانه قدام المكتب. بس كده الاوضه بقت نظيفه. وطبعا المروحه بتنتقل حسب انا قاعد فين. يعني انا لو قاعد هنا على الكمبيوتر بحط المروحه جنبه، او لو نايم هنا على السرير المروحه بتبقى باصه على السرير، وهكذا. كده نبقى رتبنا الاوضه الحمد لله. وعايز اقول لك حتى لو ما عندكش ادراج كتير او ما عندكش اماكن تشيل فيها، حاول تجيب علب بلاستيك، حاجات زي البرطمان ده مثلا بس علب تانية، تشيل فيها اقلام، تشيل فيها الورق، تشيل فيها اي حاجه. المهم انك انت ما تسيبش حاجه مرميه كده على السرير او محطوطه على اي مكتب وخلاص. حاول بقدر الامكان ان كل حاجه تبقى منظمه عشان خاطر وانت بتدور على اي حاجه تعرف توصل لها بسهوله. معلش الفيديو كان ملخبط شويه وحرقان طول الفيديو عشان الجو حر، بس شكرا لحسن استماعكم. سلام عليكم.